السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده زهقنا من الاكل، كل يوم حيرة في الاكل. نعمل ايه؟ نعمل مرة كشري، مرة بشاميل، مرة محشي، مرة مش عارفة. عايزين نغير بقى حاجة خفيفة كده عشان الصيف وروايح الصيف وروايح الشتاء والحاجات الحلوة. هنعمل حواوشي بطريقة جميلة، بطريقة بسيطة، بطريقة سهلة، بطريقة مشطشطة تشطشط بقك وتقولي شطشطة جامدة، لأن أنا بحب الحراق فلازم انتوا تحبوه زيي. عندي كده نص كيلو لحمة مفرومة اهو، فضلة خيركم. وعندي لو عندي بقى حتة دهنة يا سلام، أو حتة ليا يا سلام يا سلام، بس ما عنديش للأسف. عندي بصلتين، بصوا ضربهم في الكبة بس مش منعماهم اهو. وهنا 5-6 قرون فلفل حامي، واحد بس رومي. اللي عايز يكتر الرومي ويقلل الحامي مفيش مشكلة، ماشي حبايبي. وهنا هنحط، بصوا، على طرف المعلقة ربع معلقة توم، ماشي. هنا البهارات بتاعتنا بقى، ملح وفلفل وقرفة وخلطة البهارات، وكيس خلطة الحواوشي اهو بجيبه من السوبر ماركت. كيس خلطة الحواوشي هحطه كله، ماشي، او نصه، اصل اللحمة نص كيلو. وعندي هنا زبدة وزيت هعوص فيها العيش، يعني هحط العيش فيها كده، اغرقه واغمسه كده بالسمنة، وهحطه على رف البوتاجاز. انا مولعه البوتاجاز على رف الفرن على الشبكه، هسويه على الشبكه عشان يبقى مقرمش. كلته عند مرات ابني امبارح، كانت عاملاه تحفه ما شاء الله عليها، كانت عاملاه مقرمش وجميل وتحفه. ده بقى احنا عاملينه للغدا وهديه، نوديه لحد، يعني انا نودي منه الناس، ناس حبايبنا. نقلب الخلطه دي كلها كده، ماشي. هفتح كيس لو لقيته كتير احط نصه بس كده، نجرب بقى، ماشي. وهنحط بقى اللحمه، بصوا ما شاء الله. نطلعه العيش، ونحط حبه سمنه من السمنه ديت عشان هو مفيهوش دهون اصلا. اللحمه دي مخصوص بتتفرم من غير دهون. الكفته والحواوشي لازم يبقى فيه نسبه دهون، هي اللي بتدي طعم، بتدي طراوه للحمه اهي يا حبايبي. بصوا تحفه. هنعجنها بقى كلها كده بايدنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حبيته بصراحه، ما اكلته عند مرات ابني امبارح، كانت عاملاه مقرمش، العيش ناشف كده وبيقرقش، انا بحب العيش ناشف. واللي عامله التتبيله خيال، تحفه بصراحه، عاملاها حلوه قوي، هي شاطره. تتبيله مظبوطه وجميله وطعمها حلو قوي قوي، يعني بصراحه حبه السمنه اللي انا حطيتهم كمان ادوا طعم. ولا محتاجه ملح ولا بهارات ولا اي حاجه. هتجيبي بقى العيش، انت عايزه تقسمي نصين ماشي، ممكن نعمله نصين يبقى احسن. بصوا حبايبي، عشان العيش كبير قطعته نصين، عايزين تخلوه بحاله مفيش مشكله، عايزين تعملوه نصين مفيش مشكله وتفردوا كده بقى اللحمه. حطي كميه اللحمه اللي انت عايزاها، عايزاها كتير عايزاها قليل زي ما انت عايزه، حاجتك وانت حره فيها اهي. بس اهم حاجه اللحمه تبقى مفروده يا جماعه اهي، ماشي اهو. نعمل التاني مع بعض. بعد كده الفلفل مدي ريحة، والبهارات والفلفل الحراق مدي طعم وريحة للحواوشي تحفة. الحواوشي ده التتبيلة دي هتعجبك قوي، اعتمديها وجربيها وقولي لي في التعليقات ايه رأيك فيها. ننزله كده في السمنة اهو، بصوا تحفة. لازم الحواوشي ملوش الا كده اهو، لو عملتيه غير كده مش هيطلع حلو اهو يا حبايبي، ماشي اهو. شوفوا بقى النص كيلو، بسم الله ما شاء الله، هيقطع كتير معانا اهو. والفرن مسخناه من قبل ما ابدا، انتوا عارفين ان انا بحب الفرن اولعه قبل ما ابدا في اي حاجه اهو. نحط كده اهو، نعمل بقى جنبه شويه سلطه طحينه، جنبه شويه سلطه خضراء، وبالف هنا وشفا اهو. بصوا، وانا بصراحه حاطه كتير، احنا مش هنبيعه، احنا اللي هناكله اهو، ورايح للناس هديه، فلازم نتوصى بيهم حبايبنا برضو اهو. احنا ممكن ناخد نص
او نصين عشان ندوقه وخلاص على كده. اهو يا حبايبي اهو، بألف هنا وشفا. وقولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي بنزلها لكم، دايما متمتعين معايا. قولوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الاكلات دي. اللايكات قلت خالص يا جماعه، كل ما اقول لكم اعملوا لايك زي ما اقول لكم ما بتعملوش لايك. اهو اكمل الكميه وارجع لكم. كده خلصنا الكميه بتاعتنا. تعالوا بقى، تعالي يا حبيبتي تعالي. هنحطه في الفرن لمده ربع ساعه. بصوا حبايبي اهو، بصوا ما شاء الله شغال اهو. حتى ورقه فويل لسه متحمرش، حتى ورقه فويل عشان ينقط عليها عشان ما يدهولكيش البوتاجاز. تعالوا نشوف مع بعض ايه الاخبار. بقاله ربع ساعه اهو. حلو قوي اهو. نقلبه بقى الناحيه الثانيه اهو. خلي بالك على ايدك اهو. بسم الله ما شاء الله تحفه. الريحه خيال، بس عامل دخانه جامده قوي في البيت. بصوا الدخانه، ولو اني فاتحه الشبابيك عامل دخانه جامده قوي. انا في الاول كنت بعمله في الطاسه، ما كانش بيعمل كده. اول مره اعمله في الفرن بصراحه، قلت اجرب. بصوا حبايبي طلعناه من الفرن اهو، قعد بالظبط نص ساعه. بصوا مقرمش ازاي. هو سمعكم التقرميشه وهدوقكم كمان. بصوا زي مرات ابني ما كانت عاملاه. تحفه وريحته جميله وتحفه تحفه تحفه. انا بقى بحبه مقرمش كده، اللي عايزه طري يعمله طري اهو. هنقسم واحده وهوريها لكم. واحلى حواوشي عنده ام يوسف. والسوا ده جميل يا جماعه، جميل. واللون ده حلو قوي، مش محروق ولا حاجه اهو. بصوا اهو تحفه. هقطعه معاكم وهوريه لكم من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي هنقطع واحد. بصوا حتى وانت بتقطعي مقرمش. بصوا لسه مطلعاه من الفرن سخن اهو. ثانيه واحده اهو يا جماعه. بصوا من جوه اللحمه مستويه. بصوا لسه مطلعاه سخن ملهلب. بصوا ملوش حل تحفه ومشطشط وجميل، بس سخن مش قادره اكله دلوقتي. جنبيه شويه سلطه طحينه، جنبيه شويه سلطه طماطم، سلطه بلدي، حبه بصل على حبه طماطم على حبه بقدونس. تحفه. بألف هنا وشفا يا حبايبي. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في لايك وشير. وتسلم ايدك يا ام خديجه يا غاليه. كلته عند مرات ابني قلت لازم اعمله تحفه يا جماعه. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك. شكرا جزيلا لكل الناس اشتركت عندي حبايب قلبي. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقولوا لي ايه رايكم في الحواوشي ده.